السلام عليكم. كل مدرس متميز بيدور دايما على طريقة تبسط للطلاب المعلومة ويفهموها بسهولة. وطبعا من أكتر الطرق وأشهرها لتوصيل المعلومة بالتفصيل وبطريقة جذابة وسهلة هو الفيديوهات التعليمية. الفيديو التعليمي بيوصل الفكرة بالطالب بكل سهولة. طيب أنا لو محتاج فيديو تعليمي لجزء معين من الدرس أنا بشرحه، طبعا بضطر أخش على المواقع وأبحث على الجزء اللي أنا محتاجه، طبعا باخد وقت طويل جدا وممكن في الآخر ما الاقيش الحاجة اللي أنا عاوزها. طب إيه الحل؟ في طريقة بسيطة وسهلة إن شاء الله نشرحها مع بعض في الفيديو ده، تقدر عن طريقها إن أنت تعمل فيديو. هتقول لي فيديو إزاي؟ وإزاي هعمل فيديو؟ والمونتاج والسكريبت والقصة دي كلها أعملها إزاي؟ مش مطلوب منك غير إن حضرتك بس تختار الفكرة، تكتب للموقع النص، الفيديو اللي أنت عاوزه النص بتاعه، والموقع هيولد لك الفيديو بالكامل وتعدل فيه براحتك زي ما أنت عاوز. ده ممكن في مواقع كتير بتقدر تحول النص إلى فيديو كامل جاهز، مش مشهد واحد، لا، فيديو بالكامل يشرح الفكرة اللي أنت عاوزها. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح موقع واحد فقط عشان الفيديو ما يكونش طويل ونقدر نشرح كل المزايا اللي في الموقع. الموقع بتاع النهارده في الفيديو ده اسمه لومين 5. هدخل على المتصفح واكتب اسم الموقع، هيظهر معايا وبختار أول اختيار ده. من هنا بعمل ساين اب عشان اسجل في الموقع. بياخد هو ثواني على ما يتحقق كده. تمام. وبيظهر معايا الشاشة بالشكل ده اللي عاوز أسجل فيها شوية بيانات، الاسم والإيميل والباسورد. طيب أعمل إيه؟ ما تحطش الجيميل بتاع حضرتك، لا استنى. إحنا هندخل على موقع تاني بسيط كده. الموقع ده اسمه تيم بميل، بيعمل إيميلات مؤقتة. بقدر أستخدمها في المواقع اللي زي دي علشان أسجل فيها تسجيل دخول، وأقدر إن أنا كل فترة أو كل مرة أخش بإيميل مختلف. تمام، عشان يحافظ على بياناتي وعشان كمان المواقع دي تديك عدد محدود معين زي ما نعرف دلوقتي من الدقائق او من الفيديوهات. اضغط من هنا كوبي وارجع للموقع واحط الايميل هنا. الاسم اكتب اي اسم انت عاوزه، مفيش اي مشكله. والباسورد اكتب اي باسورد او الموقع يقترح عليك باسورد اختارها عشان يسهل عليك الوقت، عشان بيعوز مواصفات معينه في الكتابه وعدد الاحرف والرموز وحاجات زي كده. واضغط على كريت اكونت. هيبدا يحمل الموقع هنا، يقول لي احنا بعتنا لك رساله تاكيديه للايميل لو سمحت ادخل عليه. ادخل برضو على الموقع اللي كنت فيه من شويه بتاع الايميل المؤقت. هيظهر لي اسم الموقع هنا. اضغط على كونفيرم ايميل. تمام، عشان ياكد الايميل بتاعي للموقع. في ثواني بيبدا يحمل ويدخل على موقع لومين 5. بيظهر معايا الموقع بالشكل ده. بدخل على كونفيرت تكست تو فيديو، ده اللي انا هشتغل بيها، هحول النص الى فيديو بالكامل مش مشاهد، فيديو كامل. اقدر اختار من هنا التنبيهات اللي انا عاوزها او الشكل، او ممكن اعمل سكيب من هنا، مفيش اي مشكله، عادي خالص. ندخل بقى على الموقع. بيظهر لي 3 اختيارات مهمين جدا. في اي فويس اوفر، يعني هنا هيعمل لك فيديو، هتكتب له الفكره بتاعتك هيحولها لفيديو، وكمان في فويس اوفر بينطق الكلام بتاع الفيديو. او تكست اون ميديا، هيديك بس هنا النص لفيديو. اي افاتار زي حاجه كرتونيه كده بتنطق او بتقول الكلام بتاعك. احنا خلينا في اول واحده اللي هي اي فويس اوفر. انا عاوز اعمل فيديو وحد يتكلم كده بالنص بتاع الفيديو او الحاجه اللي انا اشرحها. في عندي اختيارات، في اوتلاين ان ايديا، في بيست، في امبورت يو ار ال، وابلود دوكيمنت. اوتلاين ان ايديا يعني انا بكتب له بس الفكره، حالات الماده مثلا خسوف القمر، الطاقه الداخليه، الانظمه، الجدول الدوري، بكتب له الفكره بس. بيست تكست انا بكتب له انا السكريبت بالكامل اللي هو هيشتغل عليه عشان يحوله لفيديو. اليو ار ال لو المقاله، في مقاله مثلا في موقع معين وعايز اعمل منها الفيديو، بحط له اللينك بتاعها هنا. ابلود دوكيمنت انا برفع له بقى الوثيقه او برفع له البي دي اف بتاعه، الوورد او الباوربوينت اللي فيه المعلومات او فيه النص. ماليش دعوه بده كله، برضه انا هشتغل على بيست تكست، يعني هنا احط له النص او السكريبت اللي انا عاوز اعمل منه الفيديو. طيب فين بقى السكريبت؟ انا محتاج منك بس شوف انت عاوز تعمل فيديو على ايه. انا عاوز اعمل عن فكره معينه، خسوف القمر، انواع الانظمه، اي فكره بقى. الدرس هتلاقي الدرس مليان افكار. تمام. اعمل ايه؟ ادخل من هنا على تشات جي بي تي، طبعا موقع غني عن التعريف،
ويا ريت نستغله كويس. هو مش موقع بحث يا جماعه، شات جي بي تي موقع ذكاء اصطناعي متكامل يا جماعه. تخيل عندك مكتبه كبيره فيها معلومات كتير جدا في كل المجالات اللي تتخيلها. ومش بس كده، انت لما بتتكلم معاه بيرد عليك اكنه شخص فاهم المعلومات دي وبيتناقش معاك فيها، فانت استخدمه صح عشان تقدر توصل للمعلومه اللي انت عايزها. وان شاء الله بعمل فيديو خاص بشات جي بي تي بالتفصيل نقدر نستغله ازاي في موضوع التدريس. طيب احنا دلوقتي محتاجين ايه؟ زي ما احنا قلنا محتاجين السكريبت بتاع الفيديو. هعمل ايه؟ اقول له لو سمحت اعمل لي سكريبت شرح الموضوع مثلا خسوف القمر. تمام. سكريبت فيديو لموقع لومين 5. حلو الكلام. السكريبت باللغة العربية الفصحى بالتشكيل. يبقى أنا عاوز منه دلوقتي يعمل لي سكريبت ويكون مناسب لموقع لومين 5، وكمان بيكون باللغة العربية الفصحى يكون بالتشكيل متشكل كده فتحة وضمة عشان الموقع ينطقه صح. واضغط على السهم ده ونشوف هيظهر معايا ايه. تمام. بدأ ينوي المشهد الأول والمشهد الثاني، قسمهم لمشاهد مفيش أي مشكلة خالص. حلو. أعمل إيه؟ آخد النص ده كده نسخ كله. تمام. وأرجع للموقع وأحط النص هنا وأحذف بقى الحاجات اللي هي فاضي. المشهد الأول ده أو كلمة النص ده الجزء ده أنا مش عاوزه. تمام. أنا عاوز بس يبقى عندي الفويس أوفر. تمام. أنا كان ممكن أكتب له على فكرة يبعت لي المشاهد بس. تمام. للشات جي بي تي يعني. بس أنا فضلت إن إحنا نعملها بنفسنا عشان لو حد يبقى عارف برضه طريقة التعديل في الموقع. تمام. حلو كده. انا عندي النص بتاع السكريبت كده. السكريبت بتاعي جاهز. اعمل ايه؟ ممكن اضغط هنا على كومبوز سكريبت. هنا هو بيبدا يعدل في السكريبت، بيعمله بطريقه معينه بالذكاء الصناعي، بيعالجه ويغير فيه شويه حاجات عشان يخدم الفكره بتاعت ايه الفيديو. او ممكن اضغط هنا على سكيب، يعني لا ما تعدلش فيه، اكتب النص زي ما هو بالتفصيل. بيبدا هو يقسم لي كده الفيديو بتاعي. تمام. وهنا بيقول لي هنا الكلمات اللي انت استخدمتها 85، معاك لحد 1200 كلمه، ده رقم كبير جدا. وهنا بقول المده تقريبا هتبقى 48 ثانيه. الموقع خلي بالك بيديك دقيقتين بس، بيديك ايه؟ دقيقتين. طيب انا دلوقتي لما اعمل دقيقتين اعمل ايه بعد كده؟ هتخش على موقع تنبيميل تاني. تمام. على السريع كده نشرحها. واعمل تشينج ايميل ادريس، يعني غير لي الايميل، اديني ايميل تاني. تمام. اخد الايميل ده وادخل على الموقع تاني بعد ما اخلص واعمل فيديو تاني وهكذا وثالث ورابع بنفس الايه الطريقه. تمام. طيب نكمل الخطوات. اضغط بقى هنا جايد ميديا عشان يدخلني بقى هنا على انشاء الفيديو. بيجيب لك هنا اشكال بتخدم الفكره بتاعتك. تمام. بضغط على جنريت فيديو. تمام. مش عايز اقول تفاصيل كتير في الموقع برضو عشان الناس ما تتوهش مني. انت اعرف الاساسيات البسيطه وبعد كده هتستكشف الموقع براحتك وهتلاقي فيه مزايا كتير جدا كمان. بيدخلني هنا بقى على الموقع، بيبدا يجهز هو الشكل بتاع الفيديو. بيظهر معاه الفيديو على هيئه مشاهد بالشكل ده عشان لو انت حابب تعدل بقى في اي شكل انت عاوزه. خلينا الاول نشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. لسه طبعا من غير لسه ما عدلتش فيه. اضغط على بريفيو. خسوف القمر ظاهرة فلكية مدهشة تحدث عندما يقع القمر في ظل الأرض. يحدث الخسوف دائما عندما يكون القمر بدرا وتكون الأرض بين تمام. ده مبدئيا كده شكل الفيديو، بس طبعا احنا لسه هنعدل فيه ونغير فيه حاجات. التعديل سهل جدا ما تقلقش. انت بس هتلاقي الموضوع بسيط خالص. دلوقتي الفيديو هو قسمه لي زي ما انتم شايفين كده، رقم المشهد رقم 1 2 اهو 3. قسمه لحد 7 مشاهد. تقدر تزود فيه لو انت عاوز مشاهد تانية، مفيش اي مشكله خالص. وتقدر تعدل في شكل الفيديو نفسه. يعني مثلا ده اول جزء خسوف القمر تمام. بيجيب لي شكل هنا للقمر او الشكل بتاعه، مفيش اي مشكله عندي، الصوره كويسه ومناسبه. طيب الجزء الثاني ده مش فيديو، ده كلام مكتوب. انا عاوز اغير بقى الكلام المكتوب ده، عاوز اخليه كفيديو. اعمل ايه؟ بضغط من هنا على سواب ديزاين، يعني غير لي الشكل ده، وبختار اللي هو كاتاوي ده بيلغي الكلام، بيجيبه على هيئه فيديو بالشكل ده. تمام. وبعدين بقى النص اللي هو بيقول لي هنا، بيقول لي نسمع كده مع بعض. الكسوف دائما عندما يكون القمر بدرا. تمام. اجي هنا بقى في الجزء اللي في الشمال الجميل ده،
بقدر اختار منه الفيديو اللي انا محتاجه او اللي انا عاوزه. يعني مثلا فيديو زي ده كده عجبني، مناسب لي الجزء او الجمله اللي بتنطق، بضغط عليه كده واسحبه اسيبه هنا. تمام اهو. يحدث الخسوف دائما عندما يكون تمام بالشكل الجميل ده. طيب دي صوره، انا محتاج فيديو، انزل هنا عندي ما فيش اي مشكله، اشوف الفيديوهات، فيديو زي ده اهو، اسحبه واسيبه هنا، هيتحول معايا بالشكل يحدث ده. الخسوف دائما عندما يكون مفيش اسهل من كده، انت بتشوف المشاهد اللي انت عاوزها وتعدلها بمزاجك، تسحب الفيديو وتركبه هنا او تحطه على المشهد ده. طب لو انت عاوز فيديو معين او تكون يعني محدد قوي، ممكن تيجي من فوق من هنا وتكتب انت هنا الاسم او الحاجه اللي انت عاوزها بالانجليزي عشان يكون اوضح برضه. تمام. يجيب لك هو اشكال وحاجات بيبحث في الموضوع بتاعك بجمله بسيطه. طيب حلو قوي. وبعدين ادخل بقى على المشهد اللي بعده. وتوجد 3 أشكال لخسوف القمر. تمام. هاجي برضه هنا على ستار ديزاين، أو انا مش عايز الكلام ده، لو انت الكلام عاجبك مفيش اي مشكله سيبه عادي، واختار برضه هنا كتويه عشان يديني الشكل ده. ممكن بقى اضغط على دي ضغطتين كده بالفاره وامسح خالص الجزء بتاع الكلام ده، انا مش عايزه، عشان يبقى ايه عباره عن وتوجد فيديو بس. 3 أشكال لخسوف القمر. حلو. واشوف انا صوره معبره هنا برضه عن القمر زي دي مثلا، احطها هنا ظهر فيها. وتوجد 3 أشكال لخسوف القمر. تمام. او اي شكل من الاشكال دي، انت اختار الفيديو زي ما انت عاوز براحتك. انت اختار الفيديو بتاعك او الشكل اللي انت ايه اللي انت محتاجه في كل تصميم. تمام. خلينا نعدل كده شويه حاجات. الجزء اللي بالشمال ده بقى فيه شويه تعديلات بسيطه. هنا الفويس، ايه الفويس ده؟ لو انت مجهز تعليق صوتي للفيديو، يعني السكريبت ده انت قلته بصوتك وعاوز صوتك يشتغل بدل اللي شغال على الموقع، بتعمل هنا ابلود، ترفعه وتحط له الصوت بتاعك ويشتغل عادي بدون اي مشكله. فتعليق صوتي، بدل ما الموقع هو يتكلم، صوتك انت اللي يبقى على الفيديو، سجله عادي بالموبايل وارفعه مفيش اي مشكله. طيب اي ميديا، طبعا دي اللي انت لو انت عايز تولد صوره او فيديو، بس طبعا ده بيكلف، بيبقى ليه يعني بسيط مش مجاني. الميوزك اللي هو الصوت، تختار اي موسيقى، طبعا نقفلها من هنا. الستايل بقى الالوان بتاع الفيديو، تمام، او الشكل يعني التمبليت. فورمات هنا ده اللي هو شكل الفيديو نفسه، عايزه مثلا طولي يبقى مناسب للريلز مثلا بتاعه الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك، او عايزه عريض كده لاندسكيب عشان يبقى ايه كفيديو كامل يوتيوب او اي حاجه. تمام. وطبعا ده السورس او ده الملف بتاعنا اللي هو فيه السكريبت. حلو قوي كده. طيب انا ظبطت بقى كل حاجه في 5 دقايق كده على السريع، عملت اللي انا عاوزه. اعمل ايه؟ اضغط على ببلش من هنا عشان يبدا يصدر الفيديو بتاعي ويركبه لي بقى، يركب المشاهد كلها مع بعضها ويديني الفيديو. اقدر اعمل في الفيديو بقى اللي انا عاوزه، اقدر اخش على اي برنامج مونتاج، اضيف عليه تاثيرات، تمام، او اسيبه زي ما هو مفيش اي مشكله، او اضيف بقى انا التعليق اللي هو الكلام اللي بيطلع على الصوت ده ببرامج بسيطه خالص. تمام. بس كده معاك فيديو جاهز. بعد ما يحمل هنا بضغط على داونلود زي ما تيجي دلوقتي، او هو ممكن كمان يحمل لوحده مباشره، ما حملش اضغط على داونلود. وممكن اخلي ده كده ذيس فيديو از برايت عشان ما حدش يدخل على فيديو غيره، بس اللي انا عاوز ابعت له اللينك. تمام. اديت فيديو، لو انت عاوز ترجع بقى تعدل حاجه اضغط عليها. هو حمل كده معايا الفيديو، نشوفه مع بعض اهوت، وندخله على برنامج مونتاج ونعمل فيه تعديلات بسيطه ونشوف الشكل النهائي بتاع الفيديو هيبقى عامل ازاي. انا دخلت هنا على برنامج كاب كات عشان اعدل شويه تعديلات كده، عشان اعدل شويه تعديلات بسيطه في الفيديو بتاعي. تمام زي كده. تحط لوجو طبعا باسمك او اي صوره انت عاوزها كلوجو. نهايه يظهر معاك الفيديو بالشكل ده. خسوف القمر ظاهرة فلكية مدهشة تحدث عندما يقع القمر في ظل الأرض.
يحدث الخسوف دائما عندما يكون القمر بدرا، وتكون الأرض بين الشمس والقمر. وتوجد 3 أشكال لخسوف القمر: الخسوف الكلي، حيث يدخل القمر كاملا في ظل. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، وانتظر ان شاء الله الفيديوهات الجاية. هنتكلم على مواقع اقوى من ده وبمزايا اعلى ان شاء الله. احنا حبينا بس نشرح كده فكرة بدائية نوضح فيها المواقع دي عشان تعرف ان الموضوع مش صعب ابدا، والمواقع اللي جايه ان شاء الله تكون اقوى باذن الله. انتظرونا في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم.